ما ندير فيديو على الناس اللي مبليه، كنقول ضروري من بين 5 الناس اللي يكونوا كيتفرجوا واحد غادي يكون مبلي. كيفاش يعني من بين 5 الناس ضروري واحد غادي يكون مبلي؟ ياك ما انت اللي مبلي، انت اللي كنتي مبلي الله يعفو عليك. وكنت متاكد في هذا الفيديو ما غنقولش كيسبب الامراض وداك الشيء الى اخره. انا غنحاول نلقى معاك شي حل، وهذا الحل من الحلول المجربه. ولا كنتي ما مبليش غير تفرج، فضروري غتكون كتعرف شي واحد مبلي وربما غادي تفيدوا بهذا الفيديو هذا. فالدال على الخير كفاعله. بارطاجي الفيديو وممكن تكون انت السبب باش يقطع. من بين الاغلاط اللي كيديروا الناس فاش كيشوفوا شي واحد مبلي وكيبغيو يحيد البليه، كيبقاو يقولوا لي واش في راسك التدخين يسبب الامراض، واش في راسك التدخين يقتل، واش في راسك يذيب الريه، واش في راسك فهاد الشيء راه هو اللي مبلي غادي يكون عارف هاد الشيء كامل، وما غاديش يتسناك انت باش تجي تقولها ليه. زعما كتظن الا قلتيها ليه غادي يقول صافي اجي انا قال لي السيد شنو كيدير غادي نحيدو من غدا ولا من بعد غدا صافي. فالا كنتي كتفكر في حال هكا فغادي نقول لك راك غلط. الا شدينا غير دري صغير خارج من المدرسه في حال هكا وسولناه قلنا ليه شنو كيدير التدخين، وغادي يبدا يعرض عليك حاجه بحاجه: التدخين يذيب الريه، التدخين يقتل، التدخين يسبب السرطان. فاذا لا داعي تقول لواحد بعقله هذا الشيء كامل، غير غادي تزيد تعصبو، غادي يولي مشاعل كارو اخر وانت خرجتي عليه. فراه فعلا ماشي هذا هو التعامل الصحيح. وبلا ما تقول له راه خاصك الشجاعه وخاصك هذه وخاصك هذه. الشجاعه مالو النمير المقنع. تقدر تقول لي الاراده، وهنا نكون متفق معاك. فالمهم دابا الا جا قدامنا واحد مبلي شنو خاصنا نقولوا ليه؟ فدير في بالك الا كان واحد مبلي غادي يكون واحد من هاد جوج ديال الانواع. النوع الاول وهو هذاك اللي غادي يكون يلاه مبلي وعاجباه البليه ديالو مستمتع بداك الشيء اللي كيدير. فهاد النوع واخا تعيا تهضر معاه، واخا تعيا تدخل ليه الهضره، كتدخل من هنا وكتخرج من هنا. والنوع الثاني غادي تكونوا عرفتوه، وهو داك النوع اللي بدا البليه من ليبو من عهد الحسن الثاني. كتلقاه عيا وطلعت ليه البليه في راسو ومكراش يقطع ولكن ما قادرش. فغادي تسولني وغادي تسول راسك وغادي تقول كيفاش ما قادرش؟ هو باغي يقطعها فكيفاش ما قادرش؟ وراه عليه هذا الشيء سماوها البليه. فالا كنتي ما مبليش غادي نقول لك الواحد كيفاش كيشوف البليه ديالو. الا سولتك وقلت لك دابا انت باش تعيش شنو خاصك، غادي تجاوبني وغادي تقول لي خاصني الماء، خاصني الماكله، وخاصني الاكسجين. فالواحد المبلي حتى هو خاصو هذا الشيء ولكن كيزيد عليهم البليه ديالو. دابا من الاخر واش كاين شي حل باش الواحد يحيد البليه ولا لا؟ هي في الحقيقه كاينين حلول بزاف. اجيو بعدا نشوفوا المتخصصين شنو كيقولوا في هذا الشيء. فالمتخصصين كيقولوا الناس اللي مبليه كتكون عندهم البليه لواحد جوج ديال المواد او لا جوج حاجات. واول حاجه واللي هي كلشي عارفها وهو النيكوتين. والحاجه الثانيه غادي نقولها لك على شكل لغز وانت حاول تفهمها. الحاجه الثانيه كتقول لك انا واحد الحاجه اللي عايشه معاك، باش دير اي خطوه في حياتك خاصك انا، وانا اللي نزيد بك لقدام، وانا اللي نقدر نرجعك للور الا ما عرفتيش تتصرف معايا. عرفتيها ولا مازال؟ العاده، والعاده اكثر من النيكوتين. فالانسان فاش كيولف يدير واحد الحاجه كل نهار كيف ما بغات تكون فكنوليو نسميوها عاده. ناخذ مثال: الواحد فاش كيكون كيتريني كل نهار وكيمشي لاصال كل نهار، هذه شنو كتسمى؟ عاده. فنفرض هذا السيد واحد النهار منك لاصال وما مشاش ليه، كيحس براسو انه ناقصه شي حاجه في ذاك النهار، ما مشاش لاصال راه ناقصه شي حاجه، كيبقى مخربط. ناخذ مثال اخر: فاش كتفيق وكتجمع مانطا ديالك وكتجمع بلاصتك وكتقاد الاتاويج ديالك، فهذه حتى هي كتسمى عاده وكتكون ولفتي ديرها كل نهار. فاجيو نعطيو الشرح ديال العاده. شنو هو العاده؟ وهي واحد الحاجه اللي كديرها كل نهار لمده ديال 21 يوم، فمن بعد كتولي عاده، والا ما درتيهاش كتحس بشي حاجه ناقصه في ذاك النهار. دابا نرجعوا للبليه ديالنا. المشكل اللي كاين في هذه البليه وهو كتلقى ان دماغك عنده النسبه ديال النيكوتين اللي محتاجه في النهار، ولكن العاده ديال انك تشد كارو ولكن العاده كتخليك انك تشعل كارو اخر. وهنا فين كيتزاد المشكل وكتزاد النسبه ديال النيكوتين في الدماغ، والدماغ كيولي يطلب لك واحد النسبه اللي اكثر من النسبه الاولى اللي كنتي كتعطيه. فمن 4 5 الكوارو في النهار كتولي الشريف باكيه في النهار. فدابا اجي نشوفوا الحلول وغادي نبداوها بالنيكوتين. كيفاش نحيد النيكوتين؟ فغير باش تعرف النيكوتين ساهل تحيدو على العاده. فاذا كنتي باغي تجي وتقطع النيكوتين مره واحده اولا دقه واحده فهذا مشكل كبير، فحقاش غير غتخربق الدماغ ديالك. كيف ما دخلتي النيكوتين النهار الاول بطريقه تدريجيه، الا بغيتي تحيدو خاصك تحيدو بطريقه تدريجيه. فما يمكنش تقطعو بمره، ماشي امبوسيبل ولكن غير تخرب. فعلى حساب شحال كتكمي في النهار. اليوم تحيد واحد، غدا تحيد جوج، غدا تحيد 4 وانت غادي. وهذا الشيء كنسميوه حنايا انسحاب ديال النيكوتين بطريقه صحيه. حتى غادي يجي النهار اللي غادي تحيد الكارو بسهوله. هذا الشيء بالنسبه للطريقه الاولى. اما الطريقه الثانيه وهي تبدل الكارو بشي حاجه بحال الكارو. شنو هي هذه الحاجه؟ فنقدر نقول لك السيجاره الالكترونيه. حتى
حتى هي فيها نسبه ديال النيكوتين، ولكن اللي مزيان فيها انك تقدر تنقص النسبه ديال النيكوتين نتايا كل نهار. فعلى حساب الليكيد اللي كتمشي تشري اللي كتعمر به ديك القريعه كيكونوا فيه درجات ديال النيكوتين لي بورسونتاج، وانت كل مره وكتنقص من البورسونتاج. واللي زوين فيها كتلقى فيها غير النيكوتين، ما كتلقاش القطران وبزاف ديال المواد اللي خايبين في الكار. بيان سور هذا ماشي هو احسن حل، ولكن كيبقى من احسن الحلول اللي كاينه. وثالث حاجه وهي كاينين شي حوايج اللي كيعوضوا النيكوتين. فمثلا فحال هاد المسكه هذه اللي كتشوف كتكون فيها واحد النسبه ديال النيكوتين اللي تخليك تعيش نورمال. وكاين عاوتاني واحد اللصقات بحال اللي تنبغ كيلصقوا في اليد وكيكون فيهم حتى هما نسبه ديال النيكوتين. وكاين الطريقه الاخرى واللي كيستعملوها بزاف ديال الناس، وشخصيا كنعرف بزاف ديال الناس داروها، وهي كيمشيو عند الطبيب وكيعطيوهم واحد الفنيد اللي غنخلي لكم سميتو هنايا. هاد الفنيد شنو هي الخدمه ديالو؟ انك ملي كتاكل ديك الفنيده الا راسك حرقك وبغيتي تشعل كارو، فالمذاق ديال الكارو ما كيتحملوش كاع وكتولي تجيك تبويعه حاشا، وهنا ما كتبقاش تدور بالكارو كاع. وهادشي اللي كنقول لك فجربوه بزاف ديال صحابي شخصيا وحيدوا به البليه. الا جربتي هادشي كامل وما حيدتيش البليه فغنقول لك اخويا مابقاش كمين. راه ما عندك ما دير، انت باقي من داك النوع الاول اللي باقي عاجباه البليه ديالو. فهاد الفيديو حاولت نجيب الحلول الممكنه باش تحيد البليه ديالك. فالا كنتي كتبغي الخير لخوك بارطاجي مع هاد الفيديو وخلي شي كومونتير زوين وطاقي اي واحد من بلي باش يتفرج حتى هو. السلام عليكم.